هاي يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جبت لكم كل المعلومات عن الميلتون، اماكن البيع بتاعته، الاسعار، ازاي تعرفوا ان هو بيوبر ولا لا، الانواع بتاعته بيتباع فين. عايزه اقول لكم ان انا نزلت المطريه ولفيت وعرفت الدنيا ازاي، يعني كنتش اعرف اي حاجه. اللفه اللي انا نزلت ده عرفت فيها المعلومات دي. فانا عرفت بقى ان اول حاجه في نوع ميلتون اسمه ميلتون اسبين. ميلتون اسبين ده بيبقى بيقول لك معالج ضد الوبره وكده، اللي هو ايه، ما يوبرش معاكي على المكنه، يعني 3 4 غسلات ويوبر. هناك سعره رخيص جدا، الكيلو عامل 115. هناك ما بيتعاملوش بالمتر، هناك بيتعاملوا بالكيلو. فالكيلو عامل 115، بيرمي معاكي 2 متر 20. يعني عايزه اقول لك هو بيرمي كميه حلوه، بس طبعا خامه كمان كملمس خفيفه قوي ومش حلو، مع انه متبطن بس مش حلو خالص. تاني نوع بقى وهو المخلوط 65 35. 65% زي بلاستر او ماده كده بتاعتهم مش عارفه اسمها ايه، و35% تاني قطن. فدي نوعا ما بتوبرش وخامتها تقيله وفي منها متبطن، فحلوه جدا. دي كنت انا لقيتها هناك عامله 180 الكيلو. الكيلو بيرمي معاكي متر 70 سم. طبعا في الغوريه موجود نفس ده، بس المتر ب 95 جنيه. يعني انا لقيته هناك في ناس بتبيعه ب 90، في ناس بتبيعه ب 95. فعايزه اقول لكم يعني بس بتاخدي 2 متر صافي، وهو نفس المعالج ده. فالاحسن انا بالنسبه لي ان احنا نشتريه احسن من الغوريه، وهقول لكم ليه بعد كده. عايزه اقول لكم بقى في نوع ثالث وهو المعالج 50 50. المعالج 50 50 يعني 50% قطن و50% البلاستر. ده بيبقى نوعا ما احلى شويه، وعامل زي بتاعت البراندات اللي هي بتبقى مثلا عامله زي بتاعت البراندات الكبيره شويه. فهو بيبقى نوع نضيف، بس ان هو غالي شويه، بيبقى عامل 220 جنيه الكيلو، وبيرمي معاكي متر 70 او متر 60 في الحاجه زي كده. طبعا بقى الاخير اللي هو التوب اللي بيبقى بتاع يعني الحاجه العاليه جدا، اللي هو القطن 100%. عايزه اقول ده الكيلو منه ب 265 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب 285 جنيه. ده بيرمي معاكي برده 160 170 سم الكيلو بتاعه. بس طبعا ده اعلى حاجه في الميلتون، وحاجه نظيفه، يعني خامه محترمه الصراحه. وطبعا مش موجود عند اي حد كتير هناك، يعني معظم اللي موجود هناك شعبي. اللي هو الخامه القطن دي احنا لفينا يعني شويه محترمين عشان نخش جوه ونلاقيها ملهاش يعني بسهوله وكده. في بقى الخامه اللي هي السمر ميلتون. السمر ميلتون برده غالي شويه، ده اللي بيتعمل منه ترنجات، تنفع صيفي وشتوي، بس تنفع صيفي اكتر لانها مش بتبقى متبطنه. فعايزه اقول لكم ده الكيلو هناك عامل 265 برده. عايزه اقول لكم بيرمي برده عرض 170، يعني في الرينج ده. طبعا في اماكن تاني بتبيع في جسر السويس وكده، بس انا الصراحه ما نزلتهاش، يعني شفت كذا حد منزل على الجروب وكده وشفتهم، وشفت البوستات بتاعتهم والاسعار وعرفتها وكده. طبعا الاسعار مقاربه اللي هناك للمطريه، معظمهم بيبقى جمله في الاثنين، قليل قوي ما بتلاقي حد بيبيع قطاعي. فطبعا انا اتجهت للغوريه، بس انا ما رحتش للغوريه. لو كنت رحت كنت صورت لكم حرفيا، بس انا ما اتجهتش للغوريه الا ان انا اشتريت منها اونلاين. ليه؟ عشان باخد المتر صافي. طبعا القماشه مش بتوبر، محمله وكانت متبطنه. طبعا ده بيرجع برده لامانه التاجر. هتقولوا لي بيوبر ازاي ولا لا؟ ففي طريقه بس مش متجربه، يعني في طريقه متجربه بس هي نتيجتها مش 100%، بس هي الطريقه بتجيب من الاخر. بصوا ان انت بتجيبي طرف القماشه الاثنين في بعض وتدعكيهم في بعض كده، يعني او تدعكي القماشتين في بعض، حته من القماشه في اتنين في بعض كده. لو عمل معاكي وبره ووبر لو عمل معاكي وبره ووبر يبقى القماشه دي هتوبر. لو ما عملتش معاكي يبقى القماشه دي ان شاء الله مش هتوبر. برضو بترجع لامانه التاجر. فيعني لو انت خدي جوله محترمه، حاولي ان انت تلفي. برضو كانش يعني مجزي قوي، غير ان انا اتعلمت منه معلومات جديده، وعرفت فيه فرق بين قماشات، وعرفت مثلا الناس اللي بيبيعوا الاقطنه بتاعت السويت شيرتات بتتباع هناك عامله ال100 قطن اللي هم بتوع السويت شيرتات. ال100 اللي هو الاسود عامل اللي هو الاسود ليه علقه سودا كده عامل 120 جنيه. لو الوان ب 125. لو العلقات دي اللي هي بتبقى بلاستيكه كده عامله 100 جنيه او 80 جنيه حاجه زي كده، كان في الرينج ده. وده محل واحد برده انا لقيته في وسط المحلات كده، كان مستخبي في حاره. يعني المعلومات طازه، انا لسه نازله الجمعه اللي فاتت زي ما بقول لكم، جيت قلتها لكم على طول. وان شاء الله لو عرفت برده معلومات تاني عن الميلتون او اي حاجه هعمل لكم جزء تاني واشرحه لكم فيه. فاكتبوا لي في الكومنتات انتوا حابين تعرفوا ايه عن القماش، او الاسئله اللي بتدور في دماغكم عن التفصيل. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.